هو كلامي للسيد اللواء محافظ الاسكندريه، حضرتك التكاتك بقت امر واقع في مصر كلها مش اسكندريه بس، ومش هتعرف تمنعها. انا متفق معاك في كده والله، مهما حاولت مش هتعرف تمنعها. على الاقل قننها، اعمل رخصه للتوك توك ورخصه لسواق التوك توك، تبقى معاه رخصه توك توك زي رخصه موتوسيكل. لكن ما تخليهمش دايسين على الناس كده، يعني بقى مخدرات وخطف وسرقه وعيال بتشم واخر قرف، وانت مش عارف تسيطر عليهم. استفاد منهم حتى ماديا، انك ترخص للتوك توك وترخص للسواق، على الاقل لما يعرف يعمل نسيبه اعرف اجيبه، بدل ما كلهم شبه بعض. انت هتستفاد وانا كمواطن هرتاح، ويبقى مش هيسوق التوك توك اي حد صغير 7 سنين وثمان سنين والكلام العبيط ده. يعني حتى يعني رجع الامن ان انت ترخص التوك توك والسواق. هل ده ما تعرفش تعمله؟ انك تديهم فرصه 3 شهور، اللي ما يرخصش توك توكه وما يرخصش السواق اللي راكب التوك توك تسحب التوك توك ما تدولوش تاني. هل ده صعب عليك؟ ما لو صعب عليك تبقى دي نصيبه. ما لو كل واحد قاعد في مكانه مش عارف يحل مشاكل المواطنين يبقى يمشي، زي ما الرئيس قال قبل كده، اللي ما يعرفش يعالج يمشي. لكن هل انتوا قاعدين كده واحنا اللي شايلين القرف كله؟ انا مش فاهم ازاي. طيب يتوب علينا ربنا.